بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ موضوعنا بعنوان اعرف نفسك. وأول النقط اللي هنتكلم فيها هو العنصر البشري ككيان مزدوج، والقناعة الإيجابية تجاه الإيمان بالغيبيات بمنظور الواقع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صعب جدا جزئية ان انا اؤمن بالله سبحانه وتعالى وانا ما عنديش المقدرة ان انا اراه، ان انا اشوفه. ما شفناش سيدنا جبريل وهو نازل بالقرآن، ما شفناش سيدنا محمد، ما شفناش ربنا سبحانه وتعالى. وصعب على النفس البشرية ان هي تكون على يقين في الاعتقاد مع هذه الغيبيات، بس ربنا سبحانه وتعالى ما سابش الإنسان قدام علامة الاستفهام دي. في موضوعنا اعرف نفسك، من المهم جدا ان انا اصلح التركيبة الداخلية بداية من القناعات وانتهاء بالعلاقة في التواصل بين القيمة المعنوية اللي هو الروح والقيمة المادية ممثلة في الجسد. النهاردة بنبدأ بأول هذه القناعات، واللي المفروض تكون قناعات إيجابية، وهي الإيمان بالغيب بيقين. إزاي أنا أؤمن بالغيب بيقين بمنظور الواقع؟ ربنا سبحانه وتعالى دلنا على طريقة أو أداة من الأدوات اللي بنسترشد بيها على غير المنظور بالمنظور. إيه هي الأداة دي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. الإنسان هو بيسأل بيقدم، ربنا سبحانه وتعالى في الآية بيقدم الإجابة على السؤال، لأن من المنطقي أن الإنسان لما يسأل يكون منطقي في الترتيب. وضرب لنا مثلا بيقول من يحيي العظام وهي رميم ونسي خلقه، هو نسى هو جه منين. فالأحرى أن هو لما يجي يسأل يقول طيب هو الإنسان جه منين الأول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قدم الإجابة على السؤال ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طيب فين الأداة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيدلنا إن إحنا نستدل بالمنظور وهو خلق الإنسان، كلنا ندركه وعارفين إحنا جايين منين. بنستدل بيه على غير المنظور وهو البعث بالنسبة للإنسان اللي هو لا يعتقد في البعث. طيب إذا كنت لا تعتقد في البعث، أنت جيت منين أصلا؟ وده في دايرة المنظور ليك. دي النقطة. النقطة الثانية في قضية الاعتقاد في الغيب بالاستدلال بالمنظور على غير المنظور، وده ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليه، بيقول في القرآن: وفي أنفسكم أفلا يبصرون. أي إنسان بيبص في المراية لو سألته بتشوف إيه، كله هيجاوب بيقول إن أنا بشوف نفسي. دي الإجابة البديهية، بس الواقع غير كده تماما. إحنا لما بنبص في المراية بنشوف الجسد، إنما مفيش حد بيشوف نفسه. الإنسان عبارة عن جسد وروح، محدش بيشوف الروح. الفرق بين الجسد والجثة هو الروح، وبيسموه جسد لأنه هو بيجسد الروح، أو هو الوعاية بتاعت الروح. وبمجرد خروج الروح من الجسد ما بيبقاش اسمه جسد، بيتحول اسمه من جسد إلى جثة. المخ بتاع الإنسان موجود في الجسد وموجود في الجثة. الطحال والفشة والكبد والقوانص اللي موجودة في الجسد موجودة كمان في الجثة، بس ما فيش الفعاليات، ما فيش الشغل اللي بيعمله الجسد لما بيتحول إلى جثة في غياب الروح. الروح هي اللي بيبقى فيها المهندس والمحامي والنجار والحداد وكل جميع الحرف والثقافات والعلوم والخبرات والتجارب اللي الإنسان اكتسبها. وبمجرد خروج الروح بيخرج معاها كل العلوم اللي الإنسان
اكتسبها، وكذلك عمل الإنسان في الحياة الدنيا واللي هيكون جزاؤه عليه في الآخرة. كذلك بخروج الروح بتتسحب البطاقة التعريفية للإنسان، سواء كانت شخصية أو عائلية، لأن الهوية خلاص راحت وهي الكيان المعنوي اللي احنا ما بنشوفوش. طيب بالنسبة للإنسان اللي لا يعتقد في الغيبيات، ما ينفعش أكيل بمكيالين، ما ينفعش أعاير بمعيارين. لو أنت لا تؤمن بالغيبيات، طيب أول الغيبيات اللي أنت بتعتقد فيها ولا تنكرها هي الروح الموجودة في الجسد. أول الغيب هو أنت. بص في المراية مش هتشوف نفسك، أنت بتشوف الإيه؟ الكيان المادي الجسد، إنما المعنوي ما بتشوفوش. حد بيشوف الروح؟ ما حدش بيشوف الروح. حد يقدر ينكرها؟ ما حدش يقدر ينكرها. إذا أول الغيبيات اللي أنت بتعتقد فيها هي الكيان المعنوي اللي بيحرك الإنسان، وهو الوعاية للعلوم والثقافات والمهارات والحرف، وهي الإيه؟ وهي الروح. ودي من أول القناعات الإيجابية في موضوعنا اعرف نفسك، واللي يجب إن احنا نغطيها ليكون الإيمان بالغيب إيمان يقيني، والاستعانة بالأدوات اللي ربنا سبحانه وتعالى دلنا عليها في القرآن، وهي الاستدلال بالمنظور على غير المنظور. وأول المنظور اللي بنستدل بيه على غير المنظور هو الكيان المعنوي الموجود عند العنصر البشري، وهو الروح اللي بيجسدها الجسد. كان مهم ان احنا نتطرق دي، والمدخل بتاعنا كان كتاب لواحد اسمه أليكسيس كاريل، وكان عنوان الكتاب الإنسان ذلك المجهول. عنوان الكتاب شدني وأثار الفضول بتاعي، إزاي الإنسان يكون مجهول؟ وفعلا ده كان موضوع دراسة وجدت فيها الكثير من النقط اللي يجب الإنسان إن هو يتعرض ليها ويغطيها، علشان ده بيأثر إيجابا وسلبا على السلوك البشري في الحياة، وعلى الصحة الفكرية والنفسية، وبالتالي الجسدية. شكرا لكم. كان معكم دكتور هشام يوسف، باحث في العلوم الإنسانية.